حبايب قلبي، الله يسعد مساكم وصباحكم. اليوم راح اسوي لكم اطيب واحلى تتبيله شاورما شاميه تاخذ العقل. شاورما دجاج على اعلى المستويات، وان شاء الله بتسركم وبتعجبكم وراح تدعوا لنا عليها وسووها وجربوها. هلا هون عندنا كزبره ناعمه، معلقه فلفل ابيض، ربع معلقه جوز الطيب، زنجبيل ناعم نص معلقه، هيل ناعم نص معلقه، معلقه توم يعني 4 حبات توم او 4 دراس توم، وعندنا كمان معلقتين دبس حد ونص كوبايه خل. حبايبي هلا راح نجرم لكم الدجاجه بشكل سريع. جربنا لكم اياها بالفيديو السابق، هذا جناح وهذا جناح بنخليه بنحتاجه، هدلون بنقيمهم. نمسك الدجاجه بنعطي ظهرها لعنا، نمسكها من عند الجناح من هون، شايفين في المفصل، وهون في مثل جورة صغيرة، هاي السكينة طويلة نستخدم السكين القصيرة، شايفين شلون ما بيأثر. هلا من القفا قلنا لكم هديك المرة في عنا الفيديو تبع جرامة الدجاجة، بإمكانكم ترجعوا له. شايفين هلا هون شايفين هذا العظم بلام، هاي الدجاجة ان شاء الله اليوم الشاورما راح تنسروا فيها كتير باذن الله. شايفين شغله بسيطه كتير، بتساوي هيك شاورما ببيتك وبتنسر فيها كتير، وبتساويها على ايدك وبتعرف شو سويت وشو اكلت باذن الله. بتدعوا لنا عليها شاورما سريعه بالمنزل. هلا هون بنقص الفخذ وهون بنقص الفخذ. هلا هون الصدر فيه هاي الشعب، هذا الشعب العظم بلا، وهذا الصدر بنقصه بالنص، بنخلي الجلده لانه الجلده طيبه. هلا بامكاننا نساويها كالتالي، بنقطعها هاي القطع لانه ما بدنا نقطعها قطع صغيره، ضروري مع جلده. هلا بامكاننا نقطعها هيك، احنا هاي الطريقه غلط، لا خلوها هيك كامله. وهون عندنا شويه خل مع المي، ضروري اي موضوع دجاج نصيحه تحطوا المي والخل شغله 10 دقائق. صفينا الدجاجات من المي والخل، شايفين لازم يتصفوا من المي والخل بيطالع الزنخة. نرميهم بهالطاسة، نرمي عليهم الحدات، ونرمي عليهم التومات، وبنرمي عليهم معلقة ملح، وبنرمي عليهم اللي قلنا لكم الكزبرة والفلفل الأبيض. كزبرة معلقة، فلفل أبيض نص معلقة، جوز الطيب ربع معلقة، زنجبيل ناعم نص معلقة، وهيل ناعم نص معلقة. هدلون بنرميهم، ونص كوباية خل، هدلون هن، ومننقعهم ما يعادل ساعة ونص. بعد ما نقعناهم ساعتين ليك سحبناهم، وعم نقطعهم كالتالي شرحات رقيقة، ومنرجعهم فوق التتبيلة. يا ريتكم تشموا ريحة الشاورما.
بإذن الله أعطيتكم من قلبي هاي التتبيلة. الشغلة مو بكتر البهارات، الشغلة مو بكتر البهارات، الشغلة والجلدة ضرورية، لأنه الجلدة هي اللي بتساوي طعمة الطيبة والساسة. وإن شاء الله بالنسبة للجوانح راح نعمل لكم أكلتين ثلاثة طيبين جدا بالجوانح، مو مثل ما بتعرفوها، إن شاء الله أكلات جديدة. وراح نسوي لكم سباجيتي بولونيز، سباجيتي جريتان، وسباجيتي مولونيز، وراح نسوي لكم كذا نوع سباجيتي. وراح نروح على مطعم صيني ونسوي لكم أكلة تشايناز، وراح نروح على مطعم ياباني ونسوي لكم أكلات طيبة كتير، وإن شاء الله بتنسروا معنا بالمستقبل. وبعد ما خلصنا تقطيعهم شايفين، والصلصة غبة الدجاجة، غبة صلصة، نص كوباية زيت أبيض، نص كوباية زيت أبيض، وتقليبة صغيرة، وعلى صينية الفرن، وعلى صينية الفرن. وهلا بنفرجيكم أطيب شاورما بإيديكم بتسووها ببيتكم، وهي بناء على طلبكم على التعليقات. وهلا راح نحطها بالفرن. الفرن على 250 شغال، بنحطه تحت الفرن شغال على 250، بنحطه تحت. شايفين هلا الشاورما دي مثل ما نكون شايفين، يا شايفين بتجنن. هلا بعد ما صارت بهالمستويات مباشرة بنقلها على الرف الفوقاني. ليه؟ للتحميص. هلا هاي بطاطا مناسبة للشاورما. هلا بننقعها بمي وملح، بننقعها بمي وملح وبنقليها، وإن شاء الله مليون صحة وهنا. بعد مضي نص ساعة شايفين طالع. اوه شو هالريحة هاي، شاورما البيتية لا تضاهى. بنطفي الفرن أول شي حتى ما ننساه. وهلا خبز صاج، خبز صاج معروف، وخبزة عادية، خبزة سياحية كالتالي: معلقة مايونيز، أو ندهن الخبزة بالزيت ومنحمصها على جريل المنزلي أو على ظهر الغاز. شايفين شايفين، ومنحط عليها معلقة مايونيز. وهلأ هيك بنجيب كمية الشاورما اللي احنا بنختارها، شايفين، ومنلفها هاللفة هاي، شايفين حبايبي، ومنلفها هاللفة هاي. هلأ هاد ما بنحط له مخلل، ليش؟ لأنه مندهنه بالزيت هون، مندهنه بالزيت بالصينية هاي، شايفين، مندهنه بالزيت، شايفين، وبنحطه هون، بنحطه هون. هلا نفس الشيء بنكرر أطيب شاورما بيتية تاخذ ضمانات العائل. انت ببيتك مع اطفالك عم تاكل شاورما انت مساويها بايدك، شايفين شلون؟ هلا هذا كله شغلة 3 دقايق 4 دقايق بنساوي لكم الصحن العربي. هلا إذن الله، وبعد ما تحمصت بنقيم راسها من هون بنرميها على جنب، وبنقيم راسها من هون بنرميها على جنب، بنقصها مباشرة ببيت النص، ومن بيت النص بنقصها بشكل مائي. شايفين حبايب قلبي، هاي هلا شاورما بيتية. وقبل ما نساويها كالتالي، يعني معلش كونه بدنا ناكلها، لحسة مايونيز عالداير كتير تفرق معكم طيبة. إذن هو شايفين حبايبي، هاي نيجي على الثانية نفس الشيء، راسها من قيمه وراسها من قيمه. طبعا ما بنرميه، بنخليه على جنب، بنقصها على بيت النص وبنعمل لها حركة فنية. شايفين؟ هلا هيك احنا عم نساوي احلى صحن عربي بالمنزل. الخضروات الخيار شغله ظريفه، وراح نعلمكم كمان شلون بتساوي مخلل الخيار. مخلل الخيار ضروري لشاورما الدجاج،
بينما اللفت خلل اللفت ضروري لشاورما اللحمة. بس يعني عاملين تشكيلة اليوم إن شاء الله تعجبكم وبتسر بالكم. شايفين بإذن الله بإذن الله يعجبكم، ويا ريت تذوقوا الطعمة، ويا ريت تذوقوا الطعمة. وبخ دبس رمان للي بحب، واللي ما بحب صحة وهنا. وأحلى صحن شاورما عربي من إيد الشيف ماجد بالمنزل. وهلا مثل العادة راح نسوي لكم صحن سلطة حلو. شايفين ناخد الوراق اللي على داير الخسة، ناخد الوراق اللي على داير خسة. شايفين ما أحلاهم حبايب قلبي. وهلا نفرم صحن السلطة، نفرم صحن السلطة اللي هو نص خسة، نص خسة حبايبي. وهاي الخياراية ما تبقى منها، احنا نص خيار هاي حطينا وزيناها. شايفين حبايبي ان شاء الله بتنسروا. بصل صغير كتير، قلنا البصل بامكانك تحطه بامكانك ما تحطه. من هذيك المرة حكينا ان البصل بس بيجيب طعم طيبة طيبة طيبة. وبنقيم ارضية البندوراية ونساوي احلى صحن سلطة للحبايب. شايفين هاي السلطة ان شاء الله تصير بالكم حاطلكم. هلا احنا بتكون الشاورما استوت. طبعا بدنا نضيف نص ليمونة ومعلقة ملح على هاي السلطة وبتكون جاهزة. هيك عاملين صحن تشكيلة ان شاء الله صحة وهنا. وراح نعلمكم على المسبحة او الحمص الناعم كيف بصير على اصوله. شايفين حبايبي راح نعلمكم عليه شلون بصير على اصوله ان شاء الله تنسروا معنا. على فكرة اللفت كتير 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 طيب مع المسبحة مع الحمص الناعم. في ناس بيقولوا له للمسبحة للحمص حب. شايفين حبايبي وهاي احلى وردة تخدم عيونكم الحلوين. ان شاء الله بدكم تشوفوا كل جديد مع الشيف ماجد، راح تشوفوا كل جديد مع الشيف ماجد، وراح تنسروا كتير معنا هلأ وبعدين بالمستقبل. وهاي طريقة شايفين، وهاي طريقة زينة جديدة حبايب قلبي. هاي مثل ما تقولوا شكلي، مثل شكلي، هاي شكلي. وقلب الحب مثل ما حكينا لكم زاوية 45 قلب الحب. شايفين وبناخذ القطعة بهالشكل التالي عشان ان شاء الله صحة وهنا. شايفين هذا صحن حمص ان شاء الله صحة وهنا ان شاء الله. هاي التتبيلة وبإذن الله طيبة جدا ان شاء الله بتعجبكم.